تاني يوم اصحى بدري، والموضوع مميز جدا بالنسبه لي. فكره ان انا هيبقى عندي وقت كتير جدا ان انا اعمل فيه حاجات كتير، وفكره ان الوقت بتاع الصبح ده بيعدي ببطء شويه عن الوقت بتاع اخر النهار او الوقت بتاع بالليل. فده موضوع مميز جدا بالنسبه لي. طبعا دلوقتي انتوا عارفين احنا هنعمل ايه. اكيد هعمل فطار بما ان انا لسه صاحي بقالي شويه، صاحي بقالي ساعه تقريبا، فاكيد انا محتاج افطر دلوقتي. ولكن يومين الدلع زي اليومين اللي فاتوا كده، انسوا اليومين دول خالص. النهارده هنشوف ايه اللي موجود، يعني غالبا هيبقى سندوتش جبنه ولا اي حاجه من الحاجات دي. فيومين الدلع اللي فاتوا دول تنسوهم، هنرجع عادي جدا طبيعيين جدا، نرجع للطبيعه بتاعتنا ولا اي حاجه فاتت. تعالوا كده نروح المطبخ نستكشف ايه اللي موجود فيه، شوف كده انا هعمل ايه. ولكن هو غالبا هيبقى سندوتش جبنه عادي جدا. مش قلت لك النهارده يوم عادي جدا بدون اي افتكاسات، بدون اي اختراعات؟ هو سندوتش جبنه بالطماطم بالفلفل، بدون اي افتكاسات ولا اي اختراعات يعني بقول لك ما فيش يومين الدلع اللي فات دول. خلاص هنرجع بقى للطبيعه بتاعتنا. يوم انزل اجيب فول وطعميه، وده شيء مستبعد ان انا مش هنزل اجيب فول وطعميه تاني بسبب، او ممكن انزل صح، يعني مش هقول لك ان انا هقطع الموضوع ده. ولكن فكره ان يتباع لي عيش تموين يا جدعان، لا لا لا، انا باش اعمل اكل في البيت، اكل نظيف، اكل انا عارف مصدره. بعيدا عن العيش، انت مش عارف مصدر العيش ده ايه. هو الطابونه طبعا، ولكن انت مش عارف يعني ايه اللي حصل لحد اما الرغيف ده طلع لك. فالمهم يعني هفطر دلوقتي، وبعدين كده هقعد اشتغل شويه قبل الظهر وكده، اخلص حاجات كتير. يعني انا متفاجئ الصراحه من ساعه ما صحيت لحد دلوقتي. قعدت شويه على السوشيال ميديا، وبعدين قعدت شويه من غير ما امسك الموبايل ولا اي حاجه، وعملت فطار. ما عداش غير تقريبا ساعتين الا كمان، ساعتين الا ربع عدوا لحد دلوقتي، وعدوا عليا كأنهم 3 4 ساعات. فيعني الوقت بتاع الصبح ده حلو جدا. المهم هفطر دلوقتي، وبعدين اجي اشتغل شويه. في واقع الامر، قبل ما ابدا شغل، قبل ما ابدا اعمل اي حاجه، حبيت ان انا اعمل قهوه، حاجه كده تبقى معايا وانا بشتغل. وفي نفس الوقت ناوي النهارده ان انا اشتغل اكتر من امبارح ان شاء الله. يعني ما يعني عدد الساعات اللي انا بشتغل فيها دي، ده شيء كويس جدا ان انا ببقى عارف عدد الساعات الفعلي اللي انا بشتغلها. ولكن ناوي ان شاء الله النهارده احاول ازود نص ساعه زياده، وهكذا لحد ما اوصل للرقم فعلا او للهدف اللي انا عايز اوصل. ابقى كل يوم بشتغل نفس عدد الساعات ده وازيد كمان ان شاء الله. طول ما هو هدف اكيد هوصل. Maybe I just need some space while I'm trying to find my place in this world. In this world. Broken home and tired eyes, never chasing for new highs anymore. الوقت اللي انا قاعد شغال فيه عدى بسرعه جدا، لدرجه ان انا ما حسيتش بالوقت ولا اي حاجه، ونسيت اصلا ان انا حاطط الكاميرا وهي بتصور. لحد ما دلوقتي حاجه، الساعه دلوقتي 2:30 تقريبا، فقعدت اشتغل كتير جدا. اهم حاجه ان انا انجزت كتير، وبما فيهم الفيديو اللي هينزل النهارده خلصته، ونازل دلوقتي رايح اجيب عيش وكده وشويه حاجات تانية. بس يعني خلينا نقول ان احنا رايحين نجيب عيش دلوقتي، وبعد كده هرجع قبل ما الكهرباء تقطع، نقعد شويه كده في المروحه وكده. والله يا صديقي عدى اكتر من ساعه من اخر مره اتقابلنا فيها، ولكن في الكام ساعه اللي فاتوا دول يعني حاجات حصلت وحاجات ما حصلتش. ولكن في اغلب الوقت انا ما عملتش اي حاجه حرفيا. ولكن أنا لازم انزل دلوقتي. طب انتوا عارفين اكيد هنزل اعمل ايه دلوقتي، واكيد انتوا عارفين انا رايح فين دلوقتي، فيلا بينا. صدقني ايه، لما بتقفل مره واحده الاتنين قافلين نت. فالمشكله بقى ان الاتنين هناك صف جديد بالكامل، ولا اعرف اي حد هناك. فلسه بقى نبدا نتعرف على الناس الجديده دي من اول وجديد، ومش عارف ايه، ونبني علاقات والكلام ده كله. بس المشكله ان انا محتاج النهارده
مش عارف اعمل ايه الصراحه، ولكن الحل اللي انا هلجأ له واللي انا بلجأ له كتير جدا هو ان انا اشوف باقه مناسبه لحجم الفيديو واشحن الباقه دي عشان اعرف اعمل ابلود للفيديو. فمش عارف بجد ايه الحظ ده، مش عارف يعني الفرعين مره واحده كده. يعني لما بتتخيل بعد كل ده في الشارع الفقري ده الاقي ان التصوير وقف، ساعتها هتبقى قفلت بجد يعني، وانت مش هتشوف الحته دي لو التصوير وقف وكده. بس ان شاء الله ما يكونش وقف. شوف كده، هحاول اشحن باقه دلوقتي وارفع الفيديو. عملت باقه دلوقتي، ولكن لسبب لا اجهله بقالي نص ساعه بحاول اعمل ابلود للفيديو، مكتوب لي ان هو يتعمل له ابلود بعد 6 ساعات. معرفش ليه الفور جي بطيء جدا عندي دلوقتي، فهنزل دلوقتي احاول محاوله تانية وان شاء الله الاقي النت شغال. ولكن في حاجه عايز اقولها بس، عمرنا ما هنتطور او هنتقدم طول ما الانترنت اللي واصل للناس في البيت بالسوق ده وبالوضع اللي هو فيه ده. مش هتكلم اكتر من كده، بس عمرنا ما هنتطور بجد. فانزل احاول محاوله تانية ويا رب يا رب المحاوله دي تنجح، والا بقى مش هيبقى عندي غير ان انا استحمل البطء بتاع الفور جي اللي موجود عندي. تخيل 4 جي والنت بطيء بالطريقه دي، فانا مش عارف الصراحه في ايه. على العموم يعني نازل دلوقتي. حسن حظي النت كان شغال دلوقتي فعملت ابلود للفيديو، ولكن المشكله بقى ان رحله الابلود دي كلفتني وقت كتير جدا، يعني تقريبا 3 ساعات ونص كمان عشان الف واعمل ابلود للفيديو، فده وقت كتير جدا. فمش عارف اروح اشوف لو معايا وقت اشتغل شويه عشان ورايا شويه حاجات لازم تخلص، بمعنى لازم تخلص اخر يوم بكره، ولازم تكون خلصت. فلازم على الاقل اخلص جزء كبير منها النهارده. انا خلصت تقريبا ربع الحاجات، فلازم على الاقل اخلص نص الحاجات دي النهارده. فلما اروح كده اشوف الدنيا فيها ايه. ضيعت وقت كتير جدا وما ينفعش اضيع وقت اكتر من كده، بسبب ان خلاص الساعه دلوقتي جت 12 وانا المفروض انام دلوقتي عشان ما ابوظش السايكل بتاعه النوم اللي انا بحاول اظبطها. ولكن مش هينفع انام دلوقتي بسبب ان انا ما اشتغلتش غير ساعه و10 دقائق لحد الان، فلازم على الاقل اشتغل كمان 50 دقيقه او 60 دقيقه ماكسيمم عشان ابقى محافظ على الاقل على عدد الساعات اللي انا بشتغلها. مش ان انا مثلا اقول ان انا عايز ازود وفي نفس الوقت انا مش قادر احافظ على المعدل اللي انا فيه اللي هو ساعتين كل يوم، ساعتين الا 5 دقائق، ساعتين و10 دقائق. مش قادر احافظ على المعدل ده، فانا ازاي هزود وانا مش قادر احافظ على المعدل ده؟ انا لازم اشتغل دلوقتي 50 دقيقه كمان او 60 دقيقه عشان الحق اخلص الحاجات اللي ورايا. المشكله ان في حاجات كتير جدا ورايا لازم تخلص، واخر ميعاد ليها بكره، يعني بكره لازم الحاجات دي كلها تخلص. فلازم على الاقل اشتغل النهارده شويه كمان. معايا قهوتي، معايا ميتي، معايا كل حاجه. دلوقتي الوقت اللي انا هشتغل فيه مش هطول ان شاء الله، ان شاء الله اخلص حاجات كتير عشان انا عايز انام فعلا، وفي نفس الوقت عايز اصحى بدري عشان ما ابوظش السايكل بتاعه النوم بتاعتي، وفي نفس الوقت عشان اخلص الحاجات اللي ورايا. فاقعد اشتغل دلوقتي. when you cannot understand anymore. Filling it over the line never helps you doing fine anyway. I'll try to keep it casual, but I'm still staring at the wall. I've let it all slide on my own. Maybe I finally. بص صديقي، انا اشتغلت كده لحد الان تقريبا ساعتين وده كفايه جدا. هتلاقي برضو عدد ساعات الشغل الفعلي مكتوبه هنا، وان شاء الله تكون ساعتين بسبب ان انا زي ما قلت لك عايز استمر على المعدل ده. انا بالنسبه لي كده اليوم انتهى بسبب ان انا عايز انام. لسه اقفل بس الشغل اللي انا شغال عليه، هقفل بس البي سي واقفل الفايلز بتاعتي واطمن ان كل حاجه تمام يعني، واقفل البي سي وكده، وبعدين هنام. النهارده كده اليوم انتهى. النهارده اعتقد ان هو كان يوم منتج نوعا ما، يعني انتجت فيه بعض الحاجات الكويسه واللي ما اشتغلتش فيه كتير الصراحه. ولكن بكره لازم اشتغل كتير بسبب ان بكره ورايا حاجات كتير جدا جدا جدا. الحاجات دي كلها بكره هكتبها في النوت، بسبب ان لازم كل الحاجات دي تخلص بكره، فلازم تبقى مكتوبه قدامي عشان ابقى عارف ايه اللي انا خلصته وايه اللي انا ما خلصتوش، وفي نفس الوقت ما ابقاش تايه بين الحاجه اللي عليا. وان شاء الله برده بكره اصحى بدري. الساعه دلوقتي تقريبا الساعه 1 وتلت، فده متاخر جدا عن الوقت اللي انا المفروض انام فيه. انا المفروض انام 11 12 بالكتير قوي عشان اعرف اصحى الصبح على الساعه 7 7 ونص 8 بالكتير قوي. ولكن ان شاء الله بكره اصحى على 7 ونص بالكتير
كتير قوي 8. دي كانت كل حاجه النهارده. شكرا ليك لو انت اتفرجت لحد هنا. متنساش برضه تقول لي انت بتنتج في اليوم بتاعك ولا لا والكلام ده كله، ويعني عرفني هل انت بتضيع وقتك كله ولا بتحاول تستغل الوقت، ولو بتستغل الوقت بتستغله في ايه؟ عرفوني كده. وشكرا ليك اصلا لو انت كملت لحد هنا. بس كده اشوفكم بكره، سلام.